سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزال شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. حملة تحرير الملك العمومي في منطقة ولاد وجيه بقنيطرة بما فيهم كافي وريستورا أسماء بيوتي، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. بتوجيهات من عامل إقليم القنيطرة، قام باشا منطقة ولاد وجيه بالتعاون مع قائد الملحقة الإدارية الخامسة وخليفة الملحقة السادسة بتنظيم حملة شاملة لتحرير الملك العام في عدة أحياء بالمنطقة. واستهدفت الحملة مختلف الشوارع والأزقة، حيث تم تحرير الأرصفة من الباعة المتجولين وكذلك المقاهي الذين كانوا يحتلون بشكل غير قانوني الملك العام، مما كان يعيق الحركة ويؤثر على جودة الحياة في المنطقة. فيما لقيت هذه الحملة ترحيبا وإعجابا كبيرا من قبل السكان الذين أعربوا عن شكرهم للسلطات المحلية على هذه المبادرة الرامية لتحسين المحيط الحضري والتصدي لظاهرة احتلال الملك العام. وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لظاهرة احتلال الملك العام، والتي تعد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المشهد الحضري وتضر بالمصالح العامة. فيما تمت خلال الحملة مصادرة المعدات المستخدمة في الاحتلال الغير القانوني وتوجيه إنذارات للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. فكما سمعت اخوتي، فالسلطات بمدينة القنيطرة داروا حملة لتحرير الملك العام من الباعة المتجولين وكذلك المقاهي والريستورات اللي ما كيحترموش القانون، ومن بينهم اسماء بيوتي، فريبوا ليها التراس ديال القهوة ديالها لان ما محترمش القانون وكذلك محتلين الملك العام. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على المشاهدة، الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.